بيبدأ الفيلم مع أليكس واللي بيتحكم عليه بالإعدام بتهمة قتل حبيبته لورين، والصدفة بتخلي يوم تنفيذ حكم الإعدام على أليكس هو نفس يوم عيد ميلاده. وفي ليلة تنفيذ الحكم بيوصل راندال والد لورين ومعاه إيرين أختها لسجن أليكس علشان يشهدوا بنفسهم حكم الإعدام في أليكس. وبيستغربوا هم في طريقهم للسجن لما بيلاقوا صحفيين وناس كتير متجمعين مستنيين تنفيذ الحكم، فراندال بياخد إيرين بسرعة عشان يدخلوا قبل ما حد يزعجهم بأسئلته. وفي السجن بيكون أليكس قاعد مع بيتر صاحبه والمحامي بتاعه، وبيتفاجئوا هما الاتنين بالحارس وهو داخل عليهم بتورته علشان عيد ميلاد أليكس. وكمان بيتريق على أليكس وبيقول له ان اللي جاب له التورته هو الراجل اللي عنده علامه في ايده، واللي أليكس كان دايما بيقول في شهادته ان ده الشخص اللي قتل لورين. فبيتر بيطلب منه يخرج ويشيل التورته لانهم مش ناقصين سخافه، وبيوعد أليكس انه هيدور على القاتل الحقيقي وياخد حقه هو ولورين. بس أليكس بيبقى محبط جدا وبيقول له انه مش هيقدر يوصل لحاجه، وانه حاسس بالذنب جدا لانه ما قدرش ياخد حق لورين من المجرم الحقيقي. وبعدها بيرجع الحارس من تاني وبياخد أليكس لمكان اوضه الاعدام عشان يصعقوه بالكهرباء وينفذوا فيه الحكم. وبيكون راندال وإيرين واقفين بره الأوضة وبيتفرجوا على تنفيذ الحكم من ورا الإزاز. وبتكون آخر كلمات أليكس قبل ما يعدموه إنه بريء وإنه كان بيحب لورين ولسه بيحبها. وإيرين بتسمعه وهي متأثرة جدا وزعلانة على اللي حصل لأختها. وبيتنفذ حكم الإعدام في أليكس، وبعدها بياخدوا جثته على تلاجة الجثث وبيقفلوا عليها فيها. بس بعد شوية بيجي الغراب حامل الأرواح وبيصحي أليكس من تاني. ولما بيصحى أليكس بيبقى مش فاكر أي حاجة، وبيلاقي وشه متشوه بسبب القناع اللي كانوا حاطينه على وشه وهو بيتصعق. بس أليكس بيشيل بإيده الأجزاء المشوهة من وشه وبيتفاجئ إنه بقى عنده القدرة على إنه يشفي نفسه من أي جرح. وبالتدريج بتبدأ ترجع له ذكرياته وبيفتكر حبيبته لورين. فبيخرج من الأوضة اللي كان محبوس فيها وبيشوفه شرطي على كاميرات المراقبة، فبيعلن إن في مسجون عايز يهرب. فالشرطة بتلاحق أليكس، بس أليكس بيقدر يوصل للسطح وبينط من فوقه وبيهرب. وبياخدوا الغراب بعدها لمكتب اسم الشرطة وبيشاور له بمنقاره على درج بيلاقي أليكس فيه الملف بتاعه. فبيفتكر أليكس الظلم اللي اتعرض له وإنه يوم حادثة لورين كان بيتخانق معاها. فلورين نزلت من العربية وكان ساعتها في شخص شايفهم اسمه توماس. وفجأة أليكس لقى شخص عنده علامة في ايده وبيحط له السكينة اللي اتقتلت بيها لورين في عربيته وبيضربه. فأليكس بيفقد الوعي، وعلشان كده أليكس اتقبض عليه بتهمة قتل لورين. وتوماس كان شاهد على القضية، وبسبب شهادته اتأكدت تهمة على أليكس لأنه قال بالنص إنه شاف أليكس وهو بيقتل لورين بالسكينة اللي الشرطة لقيتها. وبعد ما أليكس بيفتكر كل اللي حصل بيقرر يروح لتوماس، بس الأول بيروح للتمثال اللي اتعمل للورين بعد موتها واللي بيكون على شكل ملاك. وبيقف أليكس قدامه يفتكر ذكرياته مع لورين وبيقول لها انه مش قادر يعيش من غيرها، وبيكون زعلان ومتضايق جدا. وبعدها بنشوف إيرين وهي بتروح في نفس الوقت لمكان التمثال، فبتشوف أليكس بس ما بتعرفوش وبتخاف من شكله جدا. فأليكس بيطمنها انه مش هيأذيها وبيقول لها ان حبيب لورين مش هو اللي قتلها، وانه عارف كل حاجة عن لورين وهيكشف الحقيقة. فإيرين بتفتكر انه صاحب أليكس، فبتحذره ان والدها معاها وانها هتنادي عليه. بس لما إيرين بتنادي على والدها أليكس بيختفي بسرعة، وبيروح بعدها لتوماس اللي بيتخض اول ما بيشوفه. وأليكس ساعتها بيعرفه بنفسه وبيفكروا انه شهد ضده زور في المحكمة، وبيضربه في ايده بالسكينة اللي اتهموه انه قتل لورين بيها. وتوماس في البداية بينكر انه كذب في اي حاجة، بس بعدها بيخاف جدا من أليكس. فبيصرحوا ان مجموعة من ضباط الشرطة الفاسدين واللي كانوا مسؤولين عن قضيته هم اللي طلبوا منه يشهد ضده عشان يلفقوا له التهمة، وفي المقابل ادوا له وظيفة ياكل منها عيش. ولما أليكس بيطلب منه يكتب له اساميهم بيقول له توماس انه مش محتاج لان اساميهم موجودة في الملف اللي معاه. فبعدها أليكس بيقرر يبدأ انتقامه بأول اسم في الملف اللي معاه وهو الضابط فيليب. وبيكون فيليب في نفس الوقت ده وقف عربية فيها بنتين بحجة انهم معهمش رخص، وبتكون واحدة من البنتين دايخة جدا من كتر الشرب. ففيليب بيستغل الموقف وبيخوف البنت اللي كانت سايقة علشان يعتدي عليهم. بس أليكس بيكون وصل لمكانه عشان يخلص عليه، ففيليب بيضربه بالرصاص بس أليكس مش بيتأثر بأي حاجة. وصوت الرصاص بيخلي البنت اللي كانت دايخة تصحى، فبتصرخ أول ما بتشوف وش أليكس. وأليكس بيطلب من البنتين ياخدوا العربية ويهربوا، وكمان يكلموا الطوارئ عشان يبلغوا عن موت ضابط. فالبنتين بيسمعوا كلامه، وأليكس بيفضل يضرب في فيليب. ولما بيحط ايده على راسه بيشوف في ذكرياته ازاي قتلوا لورين، وبيعرف ان فيليب ومعاه 3 من زمايله وهم إيرليش وروبرتس وتومي حاولوا يعتدوا على لورين. فلورين اخذت مسدس واحد منهم وهو إيرليش وضربته بالنار في رجله. فإيرليش بعدها ضربها بالسكينة في رجلها، وكمان ضربها 53 طعنة في كل جسمها. وأليكس ساعتها بيسأل فيليب ليه قتلوها، ففيليب بيقول له ان كل ده عشان الفلوس مش اكتر، وهي عرفت حاجة ما كانش المفروض تعرفها وكانت هتضرهم. وكمان فيليب بيستفز أليكس اكتر وبيقول له انه لو لورين كانت سمعت كلامهم يومها ومقاومتهمش ما كانوش قتلوها. فأليكس بيضربه بالنار وبيكمل عليه ب 53 طعنة بالسكينة، وكمان بيكتب على راسه بالسكينة اسم ديزي. وخبر قتل فيليب بيتعرف في كل حتة وبيتنقل في الاخبار. فإيرين بتشوفه وبتستغرب اول ما بتشوف اسم ديزي، وكمان لما بتعرف ان فيليب مات ب 53 طعنة بنفس السكينة اللي ماتت بيها لورين. فبتقول لباباها ان اسم ديزي
دي كانت لورين بس اللي بتقوله لها لما كانوا صغيرين، وبتفتكر ان الشاب اللي قابلته عند تمثال لورين قال لها انه عارف كل حاجه عن لورين وهيثبت براءه أليكس، بس والدها مش بياخد على كلامها. وفي نفس الوقت ده بيروح ضابط اسمه مادن لإيرليش وتومي وروبرتس وبيعرفهم اللي حصل مع فيليب وازاي مات، عشان يلفت نظرهم ان موت فيليب له علاقه باللي عملوه في لورين، لان مادن شريك معاهم في كل اللي هم متورطين فيه، بس ما راحش معاهم بنفسه وهم بيقتلوا لورين، وعشان كده اسمه مش موجود في تحقيقات القضيه زيهم. فبعدها إيرليش بيروح لبيتر وبيضربه وهو بيهدده عشان يقول له لو يعرف اي حاجه عن الشخص اللي قتل فيليب، فبيتر بيقول له انه ما يعرفش حاجه، بس جايز ده عقاب ليهم لانهم ظلموا شخص بريء. ولما إيرليش بيخرج من عنده بيتفاجئ بأليكس موجود في عربيته، وعشان أليكس يريح نفسه المره دي بياخد مسدس وبيضرب بيه نفسه عشان يأثر عليه الموضوع ويعرفه انه مش بيتأثر بالرصاص. فإيرليش بيتصدم وأليكس بيخطفوا بالعربيه، فالشرطه بتلاحقهم وبيكون من ضمنهم روبرتس وتومي. وأليكس بيفكر إيرليش بالإصابه اللي في رجله وبيقول له انها بسبب لورين لانها ضربت عليه نار وهم بيحاولوا يمسكوها، وبيسألوا أليكس عن مين فيهم اللي عنده علامه في ايده. فإيرليش بيقول له ان موضوع العلامه كله كان تأليف من أليكس، وبيحذروا انه بيسوق بسرعه متهوره وهيتسبب في موتهم هما الاثنين. فأليكس بيقول له انه كده كده اصلا ميت، فازاي ممكن يموت تاني. وهنا إيرليش بيفهم ان هو أليكس، وأليكس بيلاقي في عربيه إيرليش كارت مكتوب عليه اسم شركه، والغريب كمان انه بيلاقي مكتوب عليه عنوان بيت عيله لورين. فأليكس بعدها بيدخل بعربيتهم في حيطه، فبيتصاب إيرليش وأليكس بيخرج من العربيه وبيفجر المكان باللي فيه، وبيسيب في مكان الحادثه ورقه عليها اسمائهم ومرسوم عليها بالدم رسمه غراب، فبيشوفها تومي وروبرتس. وبيروح بعدها أليكس لبيت لورين وبيقابل إيرين، وإيرين بتفهم انه أليكس، فبيحذرها أليكس ان اللي قتل لورين مجموعه من ضباط الشرطه لانها اكتشفت حاجه ما كانش لازم تعرفها، وبيعرفها انه قتل 2 منهم وادالها الكارت اللي عليه عنوان بيتها، وبيقول لها ان باباها كذب عليها. فإيرين في الاول مش بتصدقه، بس بتقرر بعدها تفتش في مكتب والدها من وراه. وفي نفس الوقت بتجتمع الشرطه عشان يحققوا في جرائم القتل اللي حصلت لزمايلهم، وبيكون من ضمن الموجودين مادن وروبرتس وتومي اللي بيكون متوتر جدا لان اسمه هو اللي عليه الدور في قايمه أليكس. ومادن بعدها بيروح لمكتب رئيسهم جون اللي بيحذروا انه لازم يتصرف اللي بيحصل لان الصحافه مش رحماهم وبتدور ورا الضباط اللي ماتوا، ومستغربين من العربيات اللي كانت عندهم لان مرتباتهم ما تسمحش انه يكون عندهم عربيات غاليه كده. فبيوعدوا مادن انه هيلاقي حل، وبتقاطعهم سكرتيرة جون وعشيقته اللي عارفه عنهم كل حاجه، فبيخرج مادن من عنده. وعلى الجانب التاني بنشوف إيرين بتفتش في مكتب والدها وبيشوفها راندل، فبيسالها بتدور على ايه، وبتحس إيرين من شكله انه قلق لانها كانت في مكتبه، فبتصدق كلام أليكس وبتواجه والدها بانه متورط مع الضباط في قتل لورين. بس راندل بيقول لها ان لورين اكتشفت حاجه ما كانش لازم تعرفها، بس مستحيل يفكر انه يأذيها، وبيطلب منها تهدى وتسمعه. بس إيرين بتقول له ان لورين وأليكس ماتوا بسببه، وبتسيب له البيت وبتمشي. وبعدها بيكون تومي راح لتوماس البيت وبيهدده عشان يقول له مين اللي قتل فيليب وإيرليش، فتوماس بيقول له ان أليكس بنفسه هو اللي قتلهم، لكن تومي طبعا مش بيصدقه وبيقرر يخلص عليه، فبيرميه من الشباك، وكمان هو وروبرتس بيقتلوا مراته. وبيكون أليكس ساعتها راح عند بيتر مكتبه، فبيتر بيتصدم لما بيشوفه وبيفهم على طول انه أليكس، وأليكس بيعرفه ان هو اللي قتل فيليب وإيرليش لانهم متورطين في قتل لورين، وبيقول له ان لورين اكتشفت حاجه عن شركه بيديروها، فبيطلب منه يعرف معلومات عن الشركه دي. وبعدها بيروح أليكس للمكان اللي اتقتلت فيه لورين، وهناك بيلاقي إيرين اللي بتكون منهاره من العياط وبتلوم نفسها على اللي حصل للورين لان يوم موتها هي اللي قالت للشرطه على المكان اللي ممكن تكون فيه لما سالوها عنها، فبتتمنى إيرين لو تموت زي لورين. بس أليكس بيقول لها ان لورين ما استسلمتش وفضلت تقاوم عشان تنقذ نفسها لحد اخر لحظه، وبيخليها تشوف حادثه لورين كامله عشان يثبت لها كلامه. وبيقول لها ان لورين عملت كده لانها كانت عايزه تعيش، لان الحياه تستاهل اننا نعيشها، فلازم هي كمان ما تستسلمش. فبتهدى إيرين، وأليكس بيحكي لها على كل اللي وصل له في حقيقه موت لورين، وبيعرفها انه اتخانق مع لورين يومها لانه حس انها كانت مخبيه عليه حاجه ومش عايزه تقولها. وبتبقى إيرين مصدومه لان والدها كان عارف مين اللي قتل لورين وخبى الموضوع، بس في نفس الوقت بتكون متاكده انه ما اذاش لورين ولا ممكن هيأذيها. فبتعرف أليكس انها ترجع بيتها وبتقول له انها عايزه تنسى كل حاجه، وبتاخد سلسلتها اللي كانت بتاعت لورين عشان ترميها، بس أليكس بيطلب منها تحتفظ بالسلسله لانها الحاجه الوحيده اللي بتربطها بلورين وبيه. فبتوعده إيرين انها هتخلي العالم كله يعرف ان هو بريء. وفي نفس الوقت ده بيكون تومي بلغ مادن بالكلام اللي قاله له توماس، فبيروح مادن مع جون لمكان التلاجة اللي المفروض حطوا جثه أليكس فيها، بس بيتفاجئوا ان التلاجة فاضيه وبيشوفوا رسمه غراب على الحيطه. فجون بيتاكد ان أليكس رجع للحياه لانه قرأ قبل كده عن قصه الغراب حامل الارواح، فبيخطط انه يخدع أليكس بانه يسلم له الراجل اللي على ايده علامه عشان أليكس يخلص عليه، وبكده يفقد أليكس كل قوته بعد ما حقق انتقامه. وبيروح بعدها جون لراندل وبيتكلم معاه، وبنعرف ان راندل اضطر يتستر على حقيقه موت لورين لانه متورط مع جون في قضايا فساد، وجون بيلوم
بيلوم راندال لانه ما خدش باله من لورين وخلاها تعرف معلومات عن شغله لحد ما وصلت لانهم يضطروا يقتلوها. وجون بيقنع راندال ان موت لورين كان حادثه ما كانوش قاصدينها، لكن راندال بيقول له ان رجالته طعنوها 53 مره فازاي كانت حادثه مش مقصوده. فجون بيغير الموضوع وبيساله لو ايرين عرفت الحقيقه هي كمان. فبيعرف جون من تعبيرات وش راندال ان ايرين فعلا عرفت الحقيقه، فبيخلص على راندال. ولما ايرين بترجع البيت بتتصدم اول ما بتشوف جثه ابوها، فبتجري بسرعه على مكتب بيتر لانها عارفه انها هتلاقي أليكس هناك. وبيكون أليكس هناك فعلا، وبيعرف من بيتر ان الشركه اللي طلب منه يسال عنها هي ملك لوالد لورين، والشركه بتمتلك مالها ليلي بيعملوا فيه كل الجرائم المشبوهه من اول غسيل الاموال للمخدرات. وأليكس بيتفاجئ ساعتها من وصول ايرين على مكانهم وهي مرعوبه، وبيعرف منها انهم قتلوا والدها، فبيسيبها مع بيتر وبيروح على مكان الملهى الليلي. وهناك أليكس بيشوف ذكريات عن لورين، وبيعرف ان لورين راحت الملهى ده قبل كده وشافت هناك مجموعه ضباط الشرطه اللي قتلوها وهم بيقتلوا شخص بريء، وعشان كده لحقوها عشان يخلصوا عليها. وأليكس بعدها بيفضل ماشي في المكان لحد ما بيوصل لأوضة بيكون روبرتس وتومي عاملين فيها اجتماع مع باقي رجالتهم. فلما بيشوفوا أليكس بيضربوا عليه نار، وكالعادة أليكس مش بيتأثر وبيخلص على تومي. ولما بيجي الدور على روبرتس، أليكس بيتأكد الأول إذا كانت عنده علامة على دراعه بس مش بيلاقيها. ومادن بيوصل على مكانهم، ولما بيشوف أليكس وروبرتس بيضرب نار على أليكس، ولأنه بيكون فيه غاز متسرب فالمكان بينفجر باللي فيه. ولما بيخرج أليكس من المكان بعد ما انفجر بيلاقي دراع مقطوع موجودة عليه العلامة اللي كان بيدور عليها. فبيطمن أليكس إنه أخيرا أخذ انتقامه من الشخص اللي دمر له حياته، فبيبدأ يفقد قوته. وبيروح بعدها عشان يقابل إيرين لكنه مش بيلاقيها لأن جون بيكون راح لها على مكتب بيتر وخطفها بعد ما خلص هو ومادن على بيتر. ومادن بيطمن جون إنه خطتهم نجحت، وأليكس افتكر إنه خلص على الشخص اللي عنده علامة في إيده. وبيطلع إنه الدراع اللي لقاه أليكس كان دراع مزيف وهم اللي حطوا عليه العلامة. وأليكس بيشوف صور في الأخبار لجون وهم بيتكلموا عن قضية موت راندال، فبيفهم أليكس إن جون هو العقل المدبر ورا كل حاجة. فبيروح له على مكتبه وبيديله فرصة أخيرة عشان يقول على مكان إيرين، بس أليكس بيكون فقد قوته. فجون بيقدر يكتفه وبيطعنه بالسكينة 53 طعنة زي لورين، وبياخد جثته على الأوضة اللي فيها إيرين عشان يشرح جثته قدامها. وجون بيكون مع السكرتيرة بتاعته ومادن، بس الغراب بيوصل على آخر لحظة وبياخد سلسلة إيرين وبيرميها قدام أليكس عشان يصحى من تاني. فأليكس بيرجع يصحى وبيمنع جون إنه يضربه بالسكينة من تاني. فجون بيفك إيرين عشان يهرب بيها، ومادن بيحاول يضرب على أليكس نار بس أليكس بيخلص عليه وبيخلص على سكرتيرة جون. وبيشوف جثة بيتر من غير دراعه فبيفهم إنهم خدعوه وإن الإيد اللي شافها كانت إيد بيتر. فبيروح عشان يلحق إيرين اللي جون بيكون خطفها في عربيته. فبينط أليكس فوق العربية وبيرفع إيد جون وبنشوف عليها العلامة اللي أليكس بيدور عليها. فأليكس وإيرين بياخدوا جون على المكان اللي اتعدم فيه أليكس عشان يقتلوه بنفس الطريقة اللي اتعذب بيها، لكن جون بيتحداهم وبيهددهم وكمان بيهين أليكس وهو على كرسي الإعدام. فإيرين بتشغل الجهاز وجون بيتصعق بالكهرباء لحد ما بيموت. وبعدها أليكس بيودع إيرين وبيقول لها إنه هيفضل معاها هي ولورين، وبيختفي من قدامها. وبتقرر إيرين من بعدها تتمسك بالحياة وبتبدأ حياة جديدة تفضل فاكرة فيها لورين وأليكس. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.